زمان قبل ما يبقى فيه سوشيال ميديا ويبقى فيه كهرباء، كان في ملك عايش على كوكب الأرض. الملك ده كان شاب، كان طموح جدا، وكان قوي وسيم، ليه هيبة. كان وارث الملك عن أبوه، معاه عربية رانج موديل السنة. كان اسمه زهاك. زهاك كان طموح جدا، كان طموحه بيتعدى حدود المملكة اللي هو بيحكمها أصلا، لأن هو كان وارث الملك ده عن أبوه. فبما إن هو وارث الملك ده عن أبوه، فطموحه بيتخطى حيز المملكة اللي هو بيحكمها، لأن هو عايز يحكم الكون كله. زهاك كان عنده كل المؤهلات اللي تقول إن هو شخص مثالي بمعنى الكلمة، شخص مثالي بنسبة 100%. فكان لما يقف قدام مرايته بالليل، كان يقف كده ويبص لنفسه في المراية وهو بيتفرج على الفورمة، وطموحه ياخده ويقول له إن هو بيتمنى قدرات أعلى من قدرات بني جنسه، أعلى من قدرات بني البشر. كان يتمنى مثلا إن هو يجيب المعلومة من أبعد نقطة موجودة على الأرض. كان يتمنى إن هو يبقى متواجد في أي مكان في كوكب الأرض في نفس الوقت اللي هو محتاجه. كان يتمنى حاجات أعلى من مقومات الجنس البشري إن هو أصلا يمتلكها. وفي يوم وهو واقف قدام المراية كالعادة بيتمنى وبيكلم نفسه، بص في المراية لقى في الخلفية شخص واقف لابس بدلة سمرة زي ما يكون لايف كوتش. الراجل دوت بص له كده وقال له ازيك يا زهاك. طبعا تاني بص عليه وهو كل اللي بيدور في دماغه حاجة واحدة: ازاي ده عدى من الحرس بتوعه، ازاي عدى الاسوار، ازاي عدى الابواب المقفولة، ازاي دخل جوه السويت، ازاي دخل جوه اوضه النوم بتاعته، ازاي وصل للمرحله دي. وهو شايفه وباصص له كده كان جواه نظرتين: نظره خوف ونظره انبهار بازاي ده وصل لحد الحته دي. بعدها الراجل ابو بدله سودا دوت قال له: يا زهاك، انت نفسك تبقى مملوك التاريخ فعلا؟ قال له: طبعا، بس من غير كريدت. قال له: لا يا عم، ولا كريدت ولا حاجه، ده حاجه بسيطه كده، انت كلك فلوس. يطلع مين بقى الراجل ابو بدله سودا ده؟ الراجل ابو بدله سودا ده يطلع ابليس. ابليس؟ يطلع ابليس اللي هو اقوى شياطين الارض. ابليس يقول له: انا كنت معدي وسمعتك وانت بتتمنى، وبشوفك كل يوم وانت بتتمنى القوه وبتتمنى الهيبه وبتتمنى السلطه وبتتمنى قدرات اعلى من حدودك انت كبني بشر. يروح قايل له: على فكرة، أنا ممكن أحقق لك كل الطلبات اللي أنت بتتمناها دي، وكل اللي أنت كنت بتتمناه وأنت واقف قدام المراية دوت، والمقابل هيبقى بسيط جدا. بس عايزك تبقى عارف إن كل نجاح بيلزمه تضحية. زهاك شك فيه وقال له: إزاي أنت شيطان والشيطان بيكره بني البشر؟ يبقى إزاي أنت عايز تقدم لي الخدمات دي؟ قال له: أنا عمري ما أكرهك وما أقدرش أضرك، ولو عايز أضرك كنت ضريتك. أنا عديت الأسوار وعديت الحراس بتوعك ودخلت من الأبواب المغلقة ووريتك قدراتي ووريتك أنا أقدر أعمل إيه. قال له: طب والمقابل؟ قال له: المقابل مس، الديل اللي بيني وبينك مس، إن أنا أمسك. وده أول مس شيطاني يحصل في التاريخ، أول مس شيطاني يحصل على كوكب الأرض. وده كان بموجب اتفاق ما بين الشخص والشخص، لأن المس الشيطاني ما ينفعش يحصل غير بإرادة ربنا بس. يعني بمعنى أصح، أنا لازم أمسك، وعشان تضمن إن مفيش حاجة بره اتفاقنا ده، إحنا هنتفق اتفاق محدد ليه شروط وليه أحكام. الشروط والأحكام أنت اللي هتمضي عليها وأنت اللي هتتفق عليها، واللي اتفقنا عليه هيسير على طول. راح قال له: تمام، وكده اطمن. وللأسف زهاك عرف الشيطان ساعتها في الوقت ده إن هو يضحك عليه. قال له: طب والمس ده هيأثر عليا أنا في حاجة؟ قال له: يا ابني، أنا جاي عشانك أنت، ده عرض وخدمات هقدمها لك، والخدمة دي هتبقى موجودة معاك مدى الحياة، وهنكتب عقد واتفاق ما بيننا بالكلام ده. هنكتب عقد واتفاق، بس زي ما انت فاهم، عشان تقدر تمتلك قدرات وقوات لازما يكون عايش جواك حد من أبنائي، حد من عشيرتي. يعني لازما أمسك، والمس ده يبقى فيه حد من عشيرتي عايش جواك عشان تقدر تكتسب القوة
القوة اللي مني أنا. الشيطان قدر إن هو يلعب بالطموح والأمنيات اللي كان بيتمناها زهاك، ويقنعه إن هو يمضي على كونتراكت، على عقد. العقد دوت فيه كل التفاصيل اللي ما بينهم وما بين بعض، اللي هي تفاصيل أول مس شيطاني. لما دخلوا مع بعض في ديل، زهاك بدأ إن هو يحط كل الحاجات اللي هو عايزها وأكتر من الحاجات اللي هو عايزها، يحط كل حاجة ممكن تخليه يبقى أقوى حد في التاريخ. وكان المقابل بسيط، إن هو زي ما يكون ملك للكون كله، فهو يوفر للشيطان ولعشيرته طعامهم بس. بالتالي زهاك لقى إن الديل كسبان كسبان، هو كده كده مش هيوفر لهم غير طعامهم، فكده كده هيوفر لهم وهيمضي إن هو هيقدر يوفر لهم طعام. زهاك تمم الديل، كان فرحان طاير من الفرح عشان هيحقق كل اللي هو اتمناه في لحظة. نام، قام من النوم، صحي لقى على كتفه تعبانين موجودين خارجين من جسمه. تعبانين، التعبانين دول مشكلتهم مش في وجودهم، مشكلتهم في ان هم بيكبروا، بيتغذوا، غذائهم عبارة عن عقول بشرية. ده خلى فيه سؤال جه في دماغي، هل الطموح دايما في كل الأوقات حلو، ولا ممكن في وقت من الأوقات يكون عبارة عن تعبانين ممكن ياخدوا دماغنا في أي وقت من الأوقات؟ لو بتسمع معايا الفيديو لحد دلوقتي، فأكيد السؤال دوت برضه ليا زي ما هو ليك. فلو عندك إجابة للسؤال دوت جاوبني لحد ما أحكي لك باقي التفاصيل في الفيديو الجاي إن شاء الله. اعمل اشتراك في القناة عشان تسمع الفيديو الجاي. سلام.